السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الجبنة الدمياطي في البيت، وهنعملها بطريقة سهلة جدا. وكمان هنحتفظ بيها لشهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين. واقول لكم في الفيديو لو احنا عايزين نحتفظ بيها لمدة سنة كاملة كمان ازاي نحتفظ بيها. احنا عملنا مع بعض قبل كده الجبنة الفلاحي اللي في حصيرة والجبنة الفلاحي اللي من غير حصيرة، والنهارده هنعمل مع بعض الجبنة الدمياطي بالطعم اللي انت عايزاها جبنة قديمة، عايزاها جبنة ملح خفيف، عايزاها ملح وسط، باي طعم انت تكوني عايزاه. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول، يلا بينا نبدا على طول. انا عندي هنا 4 كيلو من اللبن، تقدري تستخدمي 3 كيلو، تقدري تستخدمي 2 كيلو، الكميه اللي تعجبك. وشرط ان هو يكون اللبن ده من عند اللبان او من مكنه اللبن، ما ينفعش ان هو يكون لبن معلبات، عشان اللبن المعلبات بيبقى عليه مواد حافظة وبيبقى عليه نشا وحاجات زي كده، فما ينفعش معانا. وكل ما يكون جودة اللبن بتاعتنا كويسة كل ما يدينا نتيجة كويسة. نعرف منين حتة ان جودة اللبن بتاعتنا كويسة؟ لما نحط ايدينا كده او معلقة في اللبن ونطلعها، تبص نلاقي اللبن معلم عليها لون ابيض كده، مش شفاف كده او مش معلم، يبقى هو اللبن بتاعنا ده مش كويس. كده احنا فضينا اللبن بتاعنا ال4 كيلو لبن زي ما احنا شايفين في حلة كده، وهنحطهم على النار لحد ما يبدأوا يدفوا معايا زي دمعة العين كده. طب انت لو عندك ترمومتر يبقى درجة الحرارة بإذن الله درجة حرارة 40. تقدري تسخني اللبن لحد درجة حرارة 40. أول ما يبدأ يدفى اللبن معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، أنا عندي هنا ديت المنفحة، في منها سايل وفي منها بودرة. المنفحة بتاعتي ديت أو الأجزة بيقولوا عليها، في بلاد بتقول عليها الأجزة. بنحط منها على كل كيلو من اللبن نص معلقة صغيرة من بتاعة الشاي. يبقى أنا هحط لكل 2 كيلو لبن معلقة صغيرة من بتاعة الشاي. وخلي بالكم ان انا لما جيت اعملها اول مرة حطيت معلقة صغيرة لكل كيلو، فتحولت معايا لجبنة موزاريلا، فنخلي بالنا من النقطة دي. بعد ما احط المنفعة في قلب ربع كوباية مية كده، وبعدين اقلبها على اللبن بتاعي، وبعدين ابدا اغطيها واسيبها حوالي 4 ساعات. هبص الاقي اللبن بتاعي معايا رابو بقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده، فصل الشرش كده عن اللبن. طب لو انا شلت كده الغطا ولقيته لسه ما ربش معايا، هسيبه اغطيه تاني واسيبه كمان ساعة لحد ما يبدا يروب معايا. شايفين كده بسم الله ما شاء الله اللبن بتاعنا رايب وطالع شكله جميل ازاي، عامل زي ما يكون جبنه تلاجة بالظبط. بعد كده هبدأ بقى اجيب طبق بلاستيك او حله واحط فيها مصفى واحط فيها شاشه او قماشه تكون خفيفه كده، تكون احنا نستخدمها في عمايل الجبنه والحاجات اللي زي دي الاكل. وبعدين نبدأ نحط فيها اللبن بتاعنا، ونخلي بقى اللبن ده في الشاشة علشان يبدأ يصفي معايا. انا عندي هنا هعملها ملح مظبوط، فانا هحط على 4 كيلو لبن معلقة كبيرة من الملح الناعم. هقلبه بقى كويس كده في قلب اللبن، وما نخافش، مش هي اللبن بتاعنا مش هيفك كده من بعض ولا حاجة، زي ما احنا شايفينه كده قلبناه بقى شكله جميل زي ما احنا شايفين كده. وبعدين هنبدأ على طول نبدأ نلم القماشة بتاعتنا، ونخلي الشرش بتاعنا يبدأ ينزل من اللبن زي ما احنا شايفين كده. الشرش بتاعنا اهو احنا خليناه ينزل من المصفى. طبعا الشرش بتاعنا ده ما احناش هنرميه، احنا بنستخدمه في حاجات كتيرة جدا. زي ما قلت لكم قبل كده تقدروا تستخدميه في المخبوزات، بس اللبن الشرش بتاعنا اللي احنا النهارده هيخرج من اللبن احنا نستخدمه في حفظ الجبنة بتاعتنا. احنا هنحفظه في الجبنة بتاعتنا، وهقول لكم ازاي في نهاية الفيديو بإذن الله. بعد كده بقى هحاول اضغط بايدي كده شويه بحيث ان انا اخرج اكبر كميه من الشرش، وبعدين الف كده الشاشه او القماشه على اللبن بتاعي، وبعدين اجيب حاجه تقيله كده واحطها عليه بحيث اني اضغط عليها اخلي اللبن بتاعي الميه الشرش بتاعي كله ينزل، ويبقى عندي الجبنه بس. انا عندي ده كان طبق صيني تقيل شويه، فانا حطيته كده وحطيت عليه كمان كيلو من السكر علشان يبقى ضاغط عليا، ضاغط عليه علشان ينزل منه الشرش. بعد بعد ما سيبنا اللبن كده حوالي 6 ساعات بقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. انا سبت 6 ساعات علشان احنا في الشتاء، لكن لو في الصيف تقدري تسيبيه ساعتين 2 بس. بعد كده شلنا قرص الجبنه زي ما احنا شايفين كده اهوت. القرص ده طلع لي حوالي كيلو ونص من اللبن. انا كيلو ونص من الجبنه. هو باين قدامكم ان هو صغير، بس لكن هو في الحقيقه هو كبير وحلو.
والجبنة بتاعتنا زي ما إحنا شايفين كده ما شاء الله عليها متماسكة أهيّة، طعمها ولا أحلى ولا أروع من كده، وطبعًا وفّرت لنا كتير. من 4 كيلو لبن طلع لي حوالي كيلو ونُص من الجبنة. شوفي أنتِ احسبي بقى، أنا جايبة اللبن ده ب18 جنيه هنا من عندنا، والكيلو الجبنة اللي هي بتبقى الجبنة اللبن دي بتبقى حوالي الكيلو منها ب100 جنيه، فشوفي بقى أنتِ وفّرتِ قد إيه. نقدر بقى دلوقتي نقدر نحتفظ بالجبنة بتاعتنا لمدة مثلًا أسبوعين، 3 شهر، أو كمان لمدة سنة. لو إحنا هنحتفظ بيها لشهر رمضان بإذن الله، هنبدأ نحط الشرش بتاعنا في قلب علبة بلاستيك كده من بتوع التلاجة، ونحط فيها مقدار معلقة من الملح، وبعدين نبدأ نحط فيها الجبنة بتاعتنا ونحفظها لمدة شهر. طب لو إحنا نحتفظ بيها لمدة سنة، نعمل إيه؟ هنغلي الأول حاجة الشرش، هنغلي الشرش الأول وبعدين نحط فيه الملح، وبعد كده هنبدأ نحط فيه نحط الجبنة في أكياس، وبعدين نحط الأكياس بتاعة الجبنة ديّة في قلب الشرش علشان الجبنة بتاعتنا ما تدوبش معانا ونحتفظ بيها لمدة سنة نخلّي بالنا زي ما أنا قُلت لكم ما تزوّدوش المنفعة، علشان لو إحنا زوّدناها تتحول معانا لجبنة موزاريلا. أنا عملتها أول مرّة وطلعت معايا زي الجبنة الموزاريلا بالضبط. ما تنسوش تعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا شير. دمتم في رعاية الله وفضله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.